في القرن ال14 المبارزة كانت أشهر لعبة في أوروبا، وكانت بيستمتع بيها النبلاء والفلاحين، حاجة كده زي كرة القدم دلوقتي، لكن كان عيبها الوحيد إنها كانت للفرسان فقط. في يوم ويليام ورونالد ووات لقوا سيدهم الفارس إكتور مات بسبب الضربات اللي خدها في بطولة المبارزة اللي كان مشارك فيها، وطبعا دي أخبار سيئة بالنسبة ليهم لأنهم أصبحوا عاطلين عن العمل، وكمان بقالهم 3 أيام مكلوش ومعهمش ولا مليم على الحديدة. منظم البطولة لسه معرفش بخبر موت الفارس إكتور. ويليام جات له فكرة إنه هيدعي إن هو إكتور ويحاول ينهي البطولة بداله. كان حلم حياته إنه يكون فارس وبطل في المبارزة، وكان بيساعد سيده إكتور في التدريب، فعنده خبرة كويسة في المبارزة، وعلشان يخفي شخصيته هيفضل لابس الخوذة طول الوقت. رونالد ما كانش موافق على الفكرة، لكن في النهاية قرر هو ووات إنهم يساعدوا ويليام ويشوفوا إيه اللي هيحصل. في المبارزة ويليام بيفاجئ الجميع وبيكسب البطولة وبياخد الجايزة، واللي بتكون ريشة من الذهب. بيبيعوا الريشة وبيقسموا الفلوس عليهم هما ال3، لكن ويليام جات له فكرة وبياخد الفلوس منهم وبيقول لهم احنا ممكن نشتري بالفلوس دي معدات وندخل البطولة ونكسب ونبقى أغنياء. رونالد ووات ما عجبهمش الفكرة وحاولوا يضربوا ويليام علشان ياخدوا فلوسهم منه، لكن ويليام حاول يقنعهم وعارف انهم طيبين فوافقوا. بيشتروا بالفلوس معدات علشان ويليام يتمرن عليها لغاية ما يتقن المبارزة. بعد شهر وهم في طريقهم رايحين لمكان المسابقة بيقابلوا راجل عريان، واللي بيطلع الكاتب المشهور جوفري. لصوص طلعوا عليه وسرقوه. ويليام بيقدم نفسه على انه الفارس اورليش، لكن جوفري عرف انه كذاب وعرض عليهم عرض لو ادوله اكل وهدوم هيزور لهم شهادة تخلي ويليام واحد من النبلاء وفارس حقيقي يقدر يشارك في مسابقات المبارزة. ال3 ما قدمهمش خيار تاني، فبيوافقوا على عرض جوفري، لكن بيهددوه انه لو خانهم هيقتلوه. لما بيوصلوا المدينة بيتفاجئوا ان شهادة النبلاء المزورة اتقبلت في المسابقة. ويليام بيعين جوفري انه يكون الصياد بتاعه بيقدمه للناس يعني، وهو مستني دوره بيشوف الليدي جوسلين وبيقع في حبها من اول نظرة. بيمشي وراها بالحصان وبيحاول يعرف اسمها، لكن هي بتتجاهله. بيفاجأ انه دخل الكنيسة وهو راكب الحصان، فالناس بيطلعوه بره. بعد كده بيروح للمسابقة وبيكسب اول ماتش، لكن بيبدأ يقلق على حالة الدرع. فجأة بيظهر راجل وبيقول له انه لازم يدفع الفلوس المديون بيها الموظف بتاعه. بيتضح ان جوفري مدمن قمار، ولو ما دفعش الفلوس جوفري هيتقتل. ويليام بيطلب منهم يسيبوا جوفري ووعدهم انه هيدفع الفلوس بعد ما يكسب البطولة. بيدخل مسابقة قتال بالسيوف وبيكسب. جوفري بيستغل الفرصة وبيصيط ويليام وسط الناس، وبيستخدم إبداعه ككاتب وشاعر، فالناس بدأت تعرف ويليام. بيرجع لبطولة المبارزة وبيكسب، لكن درعه اتكسر. بيلف على الحدادين وبيقول لهم إنه هيحاسبهم بعد ما يكسب البطولة، لكن محدش بيوافق حتى الحدادة كيت. فويليام بيقول لها إنه سمع الحدادين وهما بيتكلموا عليها وإنها واحدة ست وملهاش في المهنة دي، فكيت بتغضب وبتوافق تصلح درعه. في وسط الجمهور الليدي جاسلين وقاعد جنبها بطل المبارزة أدهيمار، وواضح إنه معجب بجاسلين. بيبدأ يحكي لها عن مغامراته وإن محدش قدر يوقعه من على الحصان طول البطولة، وبيشرح لها قوانين المبارزة وإن كل مكان في الجسم له عدد نقاط معينة. بيقطع حديثهم ويليام وبيقول لجاسلين قصيدة علمها له جوفري صديقه الشاعر، لكن أدهيمار بيسخر منه قدام الناس. ويليام بيغضب وبيمشي. قبل الماتش ما يبدأ جوفري بيقدم ويليام للجمهور وبيحكي لهم عن بطولات ويليام، وطبعا كلها قصص جوفري هو اللي مؤلفها. في المبارزة ويليام بيقاتل كويس، لكن أدهيمار بيقول لجاسلين إنه بيقاتل بهمجية بدون ما يحمي جسمه، وده بيعرضه للخطر. منافس ويليام اتصاب، لكن بيقول لويليام إنه عمره ما كمل ماتش للنهاية ونفسه ينهي الماتش بكرامة. ويليام بيوافق وبيتفقوا سوا إنهم ينهوا الماتش بتعادل. المنافس بينسحب وويليام بيصعد في البطولة. أدهيمار شايف إن كونك ما تقضيش على خصمك ده معناه إنك ضعيف، لكن جاسلين شايفة إن اللي ويليام عمله نوع من الرحمة مش ضعف. بالليل أدهيمار بيبعت رسالة لجاسلين وبيقول لها فيها إنه هيكسب البطولة علشان خاطرها، لكن هي مش مهتمة بيه لأنها شايفة إنه هيكسب البطولة علشان يرضي غروره، وإنه بيفضل الست المطيعة. لكن هي معجبة أكتر بويليام لأنه الفارس الوحيد اللي ما وعدهاش إنه هيكسب البطولة علشان خاطرها، وإنها ممكن تسمح له إنه يكسب قلبها. تاني يوم جاسلين بترسل خدمتها لويليام وبتديله منديلها وبتتمنى له الحظ السعيد وبتعرفه اسمها، ما كانش لسه عارف اسمها. ماتش ويليام النهائي بيكون ضد أدهيمار. في البداية ويليام بيكسب نقط كتير،
فبيقرر أدهمار إنه يستغل قلة خبرة ويليام في حماية منطقة العيون، وبيضربه في دماغه فبيفقد وعيه. وقتها بيفتكر ويليام نفسه وهو صغير وبيتفرج على الفرسان وهم بيتبارزوا، وإنه كان نفسه يكون فارس، لكن الناس كانت بتقوله مستحيل ابن فلاح يبقى فارس. أدهمار بيلاقي منديل جاسلين على الأرض فبياخده وبيقول لويليام أشوفك في المستقبل بعد ما تتمرن كويس. ويليام كسب جايزة سدد بيها فلوس جوفري وفلوس الحدادة كيت، واللي بتقول لويليام إنه لابس درع مش بتاعه، وبتقول له إنها مستعدة تعمل له درع مخصوص في مقابل إنهم ياخدوها معاهم لباريس. ويليام بيرفض وكان لسه هيمشي، لكن خادمة جاسلين بتيجي وبتقول له إنه معزوم على حفلة رقص، وإن جاسلين عاوزة تعرف هو هيلبس لون إيه علشان تلبس زيه. الفريق بيساعد ويليام على تعلم الرقص، ورونالد بيخيط له هدومه. بيطلب من كيت إنها تعلمه الرقص. ويليام بيقابل جاسلين في الحفلة وبيقول لها شعر جوفري كاتبه له. أدهمار بيحاول يهين ويليام وبيقول له إنه أكيد بيرقص زي الفلاحين، لكن ويليام الجلالة بتاخده وبيرقص مع جاسلين والدنيا بتمشي. أدهمار واقف بيغلي. اليوم التاني كيت انتهت من درع ويليام الجديد وحطت اللوجو بتاعها كمان. ويليام شك في قوة الدرع لأنه صغير وخفيف. كيت بتقوله إنها اكتشفت طريقة جديدة لتسخين الحديد بتخلي الدرع أقوى وأخف، وعلشان تخليه يصدق بيعملوا اختبار. كلهم اندهشوا من صلابة الدرع. بعد أسبوع ويليام بيشارك في بطولة تانية. الناس ضحكت على درعه الصغير، لكن بيسكتهم على طول بعد ما فاز بسهولة في أول مبارزة. جاسلين كانت هناك بتتفرج، وأدهمار كان هيشارك لكن انسحب لما عرف إن اللي هينافسه هو الأمير إدوارد. جوفري بيعرف وبيحذر ويليام وبيقول له ينسحب علشان ما يقعش في مشاكل مع الملك، لكن ويليام لاحظ إن الأمير إدوارد زعلان لأن محدش راضي يبارزه. قبل الماتش بتاعهم ويليام بيقول لإدوارد إنه عارف هو مين. إدوارد أعجب بشجاعة ويليام، واللي كسب البطولة دي كان ويليام، لكن مزاجه مش حلو لأنه كان عاوز يكسب أدهمار. لما جاسلين راحت تدعيه على العشاء كان لسه زعلان إنه ما انتقمش من أدهمار، فبتسيبه وبتمشي. الأيام بتعدي وويليام بيشارك في كل البطولات وبيكسبها كلها، لكن لسه مش عارف يواجه أدهمار، واللي تم استدعائه للجيش لمعركة بوتري في فرنسا. لكن حتى وهو في وسط الحرب كان بيسأل عن أخبار وبطولات المبارزة، وكان بيغضب أكتر كل ما يعرف إن ويليام كسبهم كلهم. شهر عدى وويليام ما شافش جاسلين، فحاول يكتب خطاب ليها لكن ما بيعرفش يتكلم، فجوفري بيكتبه هو. وات هو مسؤول عن توصيل الخطاب ليها، واللي بيعيط بعد ما بيقرأه. تاني يوم وات بيرجع ومعاه رسالة لويليام. جاسلين بتوعده إنها هتيجي تشوفه في باريس وبعتاله بوسة للحظ السعيد. جوفري بيقول للمجموعة بما إن أدهمار مش موجود في البطولة نقدر نراهن على فوز ويليام ونكسب فلوس كتير. في الوقت ده ويليام بيقابل جاسلين في كنيسة، لكن جاسلين هرموناتها بتضرب وبتزعل منه لأنه ما قالهاش شعر. ويليام بيوعدها إنه هيكسب البطولة علشان خاطرها. جاسلين بتبصله وبتديله تحذير أخير، بتقوله لو عاوز يكسب حبها لازم يخسر علشان خاطرها. ويليام بيغضب طبعا وبيخرج من الكنيسة، لكن لما البطولة بتبدأ ويليام بيغير رأيه وبيخسر بمزاجه علشان يرضي جاسلين. طبعا صحابه زعلانين على فلوسهم اللي راهنوا بيها وبيقولوا انت مجنون تخسر علشان واحدة. ويليام مش بيسمع كلامهم وبيخسر بمزاجه. في النهاية جاسلين بتتأكد انه بيحبها وبتبعت خادمها ليهم وبتقول لويليام انه لازم يكسب علشان خاطرها. فويليام بيكسب، وطبعا جوفري بيكسب رهانه وبيلم فلوس كتير. بالليل جاسلين بتروح لويليام خيمته لانه ما حضرش الحفلة بسبب اصابته، وبتعترف له انها عرفت اسمه الحقيقي من خادمتها كريستيانا، واللي سمعت صحابه بيتكلموا. لكن جاسلين بتقول له ما يهمهاش هو مين، وبيقضوا الليلة سوا. بعد كام يوم الفريق بيسافر للندن لبطولة العالم في المبارزة. ويليام بقاله 12 سنة ما شافش لندن، وبيفتكر لحظاته الأخيرة فيها لما كان صغير وأبوه سلمه للفارس إكتور علشان يكون مساعده على أمل إن ويليام يكون مستقبله أفضل. ويليام كان خايف إنه ممكن ما يعرفش يرجع البيت تاني، لكن أبوه قال له سيبها على الله. في افتتاح البطولة الفرسان كانوا بيمشوا قدام الجمهور، واللي كانوا بيهتفوا باسم ويليام حتى شاف نفسه في ولد كان بينادي باسمه. جاسلين كانت موجودة علشان تشجعه، وأدهمار رجع للبطولة وبيوعد ويليام إنه هيغلبه ويفوز بجاسلين، وبيقول له إنه بالفعل بدأ في التحضيرات للجواز منها وهيطلبها من أبوها. بعد ما فاز في كل المباريات في الدور الأول من البطولة بيروح يتمشى في الحي اللي اتولد فيه، وبمساعدة طفل قدر يلاقي أبوه.
واللي أصبح أعمى. في الأول ويليام قدم نفسه على إنه واحد معاه رسالة من ابنه، لكن أبوه عرف إن اللي بيكلمه هو ابن ويليام. بعد ما عيطوا وحضنوا بعض قعدوا يشربوا ويحكوا قصص عن حياتهم. أدهمار كان ماشي ورا ويليام. تاني يوم ويليام كان بيستعد للبطولة. جيسلين وجوفري بيقولوا له إن أدهمار عرف شخصية ويليام الحقيقية وإنه مستنيه مع مجموعة من الحراس علشان يقبضوا عليه قدام الجميع. صحابه بيقنعوه يهرب وجيسلين مستعدة تهرب معاه، لكن ويليام بيرفض إنهم ياخدوا منه كبريائه وقرر يروح لحلقة المبارزة. وفعلا كانوا مستنيينه. قبضوا عليه وحبسوه. أدهمار بيروح له السجن وبيفضل يضربه ويسخر منه. بيحطوه في الشارع علشان يكون عبرة. الناس اللي كانوا بيشجعوه امبارح بيرموه النهاردة بالخضار والطوب. فجأة بيظهر الأمير إدوارد وبيتكلم مع ويليام وبيقول له أنت فارس حقيقي، وبيأمر الحراس يحرروا ويليام. وبيقول قدام الناس إن ويليام منحدر من عيلة من النبلاء، وبيعلن ويليام فارس. البطولة بتستمر والأمير والأميرة حاضرين، لكن جيسلين مش موجودة. الماتش النهائي هيكون بين ويليام وأدهمار. أدهمار بيغش وبيستخدم أداة حادة في مقدمة رمحه. ويليام اتصاب ومش قادر يمسك الرمح بتاعه وأدهمار بيحذره. فجأة بتظهر جيسلين ومعاها أبو ويليام، فبيقرر إنه لازم يفوز بأي تمن. بيقلع الدرع بتاعه علشان يتنفس وطلب من وات إنه يربط الرمح حوالين دراعه. وقبل ما يبدأ جوفري بيقدم ويليام وبيقول خطاب تحفيزي ليه خلى الجمهور تهتف باسمه. ويليام علشان يفوز لازم يوقع أدهمار من على حصانه، وفعلا بيثبت انه فارس حقيقي وبيوقع أدهمار وبيفوز بالبطولة. أبو ويليام بيعيط من الفرحة، وجيسلين وويليام بيبوسوا بعض في نص الحلبة. وجوفري بيقرر يكتب عن رحلة صعود ويليام للفروسية. ولهنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك أفلامنا الجديدة.